تعالوا بقى النهارده نشوف يومنا هيمشي ازاي. قبل اي حاجه صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف بقى ايه البلكونه. كان بقى لها فتره من التراب اللي كان في الجو بقى لها يومين ما كنتش عملتها. وبعد كده هنا بقى ايه كنستها الاول، نضفت السور وبعد كده كنست البلكونه، لان السور الحديد بيلم تراب، يعني بيلم تراب جامد يعني. هنا بقى نفضت السور وبعد كده بالفرشة، وبعد كده كنست البلكونة. وهنا بقى كنت جبت مية ودلقتها في البلكونة. وفي هنا عندي فتحة كده في البلكونة زي بلاعة صغيرة كده، ايه عزكم الله، بنزل فيها المية على طول. وشفت بقى المية كانت عاملة ازاي من التراب رغم ان انا كنست وكده. خلاص بقى هنا بقى كنت خلصت، وبعد كده قلت بقى ادخل على المطبخ. النهارده بقى هنعمل طاجن اللحمه بالباميه باللحمه. طاجن حلو قوي هيعجبكم. زي ما انتوا عارفين انا عملت قبل كده على القناه يعني طاجن اللحمه بالباميه قبل كده، وعملت الباميه كذا مره معاكم، وناس كتير قالت لي ان هي جربتها وطلعت حلوه. هنا معايا بقى اللحمه، كان معايا لحمه وكنت جايبه اللي هي الماسوره دي، بحبها تخلي الشوربه طعمها حلو. سلقتهم وبعد كده ايه مرضتش اطول عليكم الفيديو يعني واجيبها من البدايه. وهنا حطيت حبه زيت ومكعب زبده عشان نعمل ايه الباميه. حطيت هنا المكعب الزبده وحبه الزيت. وطبعا زي ما انا قلت لكم الباميه عايزاها تطلع معاكي حلوه وطعمها حلو، كل حاجه تبقى ناعمه معاكي. البصله تبقى مبشوره ناعم، الطماطم تبقى متصفيه كويس جدا. ما تحطهاش يعني ما تحطهاش تضربها في الخلاط وتحطيها، لا، اضربيها في الخلاط وبعد كده ايه صفيها في المصفى. هتلاقيها معاكي الصلصه بتاعتها ناعمه كده وانتي بتاكليها. هنا خلاص نزلت بالبصلايه المبشوره، وبعد كده نزلت بمكعب من التوم، انا مفرزاه في الفريزر. نزلت بالثوم المفروم. وكنت فاكره ان انا عندي هريسه شطه اللي هي الفلفل الاحمر، ببقى احط كده معلقه، بس لقيتها خلصانه، مش مشكله عادي مش هتفرق يعني. هنا بقى ايه كانت البصله والثوم اتشوحوا كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى ايه هنزل بالصلصه. الطماطم عندي كانت مش حمرا فمش كانت عجباني، وانا بحب الباميه دايما تبقى حمرا كده لونها احمر. هنا نزلت بمعجون الطماطم قبل ما تنزلي بالصلصه الفريش. تنزلي بمعجون الطماطم الاول تشوحيه مع البصل والثوم عشان بيبقى افضل واحسن ما تنزلي بالطماطم وبعد كده المعجون. بتشوحيهم كده بقى شويه كده زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بتروحي نازله بالطماطم زي ما انا قلت لكم. بتديها لون حلو. اهي شوحتها شويه وبعد كده ايه هنزل بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط وصفتها. بصوا هنا بقى الطماطم زي ما قلت لكم مش حمراء. هنزل بقى بالطماطم واسيبها يتسبكوا شويه. وبعد كده ايه انا طبعا عندي الباميه متفرزه في الفريزر زي ما انتم عارفين. اكتر حاجه بحب افرزها هي الباميه، بتقعد معايا من السنه للسنه. اكتر حاجه بحب احطها في الفريزر الصراحه، طعمها ما بيغيرش معايا. هنا بقى غسلت الرز وقلت بقى ايه اعمل رز بشعريه. عقبال ما الطماطم تتسبك شويه نزلت بحبه من الزيت ومكعبين زبده برضو. وبعد كده نزلت بالشعريه، حمرت الشعريه. هنا الشعريه خلاص بقى كانت اتحمرت معايا. وبعد كده نزلت بالرز وطبعا سقيت الميه بتاعته. طبعا كلكم تعرفوا تعملوا الرز شاطرين. هنا نزلت بالرز وحطيت له ميه. عايزه تحطي شوربه براحتك. وفي حاجه عايزه اقولك عليها. دايما الرز لما تيجي تعمليه ما تنزليش بميه ساقعه من الحنفيه، انزلي بميه سخنه مغليه عشان افضل ليكي في الرز يعني. هنا بقى خلاص الصلصه معايا كانت استوت. بصوا بقى كان لونها بقى عامل ازاي. المعجون الطماطم اللي انا حطيته اداها لون حلو. هنا بقى نزلت بالباميه، طبعا طلعتها من الفريزر شطفتها طبعا من التلج في المصفى. وبعد كده نزلت ايه بيها في الحله، وسقيتها الشوربه بتاعتها المظبوطه، وحطيتها بعد كده ما خلصت. حطيتها في الطاجن وحطيت اللحمه معاها وحطيتها في الفرن وشغلت عليها الشوايه. وبعد كده دي بعد ما طلعت بقى ايه من الفرن زي ما انتم شايفين بقى تحفه كانت خطيره. طاجن الباميه باللحمه خطير يا جماعه. طبعا لما بتحطيه في الطاجن وتحطيه في الفرن بياخد من يعني الطاجن بيبقى ليه بيخلي الاكل ليه طعم حلو كده. وهنا بوريكم بقول لكم بصوا اللحمه كانت مستويه ازاي. كانت دايبه دوب. وهنا الرز بشعريه. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص ويومنا خلص، وكنت بوريكم ازاي اليوم مشي معايا. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اي فيديو انزله.
وما تنسوش اهم حاجة اللايك، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وصفة جديدة. باي باي.